السلام عليكم. بكرة بإذن الله أول يوم في شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. اتسألت كتير يا دكتور أحمد نفطر على إيه أو إيه مناسب لنا في الفطار. مبدئيا كده هنفطر على 3 تمرات. ليه 3 تمرات؟ أول حاجة لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية عشان المؤشر الجلايسيمي للتمر أصلا منخفض لمتوسط. يعني إيه أصلا مؤشر جلايسيمي؟ يعني نسبة السكريات اللي موجودة في الحاجة اللي هناكلها في التمر منخفضة لمتوسطة، يعني ما بيرفعش السكر في الدم، يعني مناسب لمرضى السكر، يعني مناسب لمرضى مقاومة الأنسولين، مناسب لكل الناس، مفيش منه أي مشاكل. بجانب كده إن هو مهم جدا ان هو بيحملنا العظام، يستخدم كفيتامين للعظام، بيستخدم لتقوية عضلة القلب، وبيستخدم لمرضى القلب ومرضى الضغط، بيستخدم لحماية الجهاز العصبي، بيستخدم للناس اللي عندها الانيميا لانه بيعوض نقص مخزون الحديد اثناء الصيام. الميزه الاكتر ان هو بيخلينا نستعيد الطاقه والحيويه بتاعتنا اللي بنفقدها اثناء الصيام، وبيمد الجسم بالطاقه. دي حاجه. ممكن ناكل 3 تمرات لوحدهم كده عادي، والافضل نستخدمهم على نص كوب حليب عشان يقلل من امتصاص السكر في الدم. ده بالنسبه ان احنا نفطر ايه في ايام رمضان على طول. لو مريض ضغط، لو مريض سكر، لو مريض مقاومه انسولين، لو كنت انسان عادي، التمر مناسب جدا ليك. ما تنساش تعمل فولو ولايك وتدعي لي دعوه كويسه. شكرا.